بينا من المجلس التأسيسي. شنو أحوالك البسالي؟ والله لاباس بخير. أخبار الساعة معاك وحب نسألوك شنو أحوال تونس؟ تونس بخير، وإذا أصابها عطل فهي وقفة وليست تقف، أما ماشيين قدام والمستقبل لاباس، وتونس مش تكون هي القيادة والريادة. راهي تونس يلزم الشباب يعرفوا أن تونس كان دائما مركز حضارة من الزمن القديم السحيق، كانت مركز حضارة في الزمن الرعوي اللي يسموه اللوبي، والقفصة كانت هي المركز. حتى فرعون وقت تبارى مع موسى بالسحرة هزوا السحرة من قفصة باش يشد بهم اسهم. ثم تونس أصبحت مركز قيادة وريادة وحضارة في الزمن الفينيقي، وفي الزمن حتى في الزمن الروماني. روما اعترفت قرطاج وردت بلادها بعد ما هدتها لأنها مركز حضارة ومركز قيادة. والزمن الإسلامي والزمن الحبسي، في الزمن الحبسي اليمن والحجاز بايعوا تونس بالخلافة، ولذلك تونس ما تخافوش عليها. تونس ما تخافوش عليها. عندنا هاك الحوتانة الفرنكوفونية ميزان تتخبط بس تمشي على الراحة. وانتهى الأمر. لاباس. واش يقول لك في النداء تونس؟ نداء تونس توا تونس ندات شعبها عمل ثورة وأسقط الطاغوت، ومن بعد جانا السيسي قال تونس ندات. الله يبارك. ال10 شهور اللي عملت فيهم يعني نبيت فيهم حاجة الثورة ولا عطلت الثورة. الباجي قايد السبسي حدث لنا أزمة الثورة اللي نعيشوا فيها توا، لأنه القضاء خلاها على حاله زاد عفنه، الأمن زاد عفنه، المالية زاد عفنها، عمل حلف مشبوه مع القيادة المشبوهة بتاع الاتحاد، وعمل الزيادات بدون موجب، عمل أزمة نقدية. هذه كل عملها السبس. ولو كان نحلوا الملف بتاع السبس تو نلقاو أسائل تونس في 10 شهور أكثر مما أساء بن علي في 23 عام. ثم اليوم جاء قال نداء تونس فاش كنت تنادي في الأبالسة؟ لا. والغريب أن الباجي قايد السبسي يعمل لحساب غيره، واليوم الحمد لله رب العالمين كشفه الرحمن، خرج علينا السبسي هو قائد الردة والعدالة الفرنكوفونية. يا سيدي أجروا على الله إذا كانوا مأجور، وإذا كان مش مأجور بينه وبين ربه مش نقول. وفي الآخر نقول له يا سي الباجي اللي يحسب وحده يفضل.